علمتني الحياة والحياة كلها علام. من أهم الحاجات اللي اتعلمتها إن مفيش حاجة بتدوم، حتى المحبة والصداقة هي كمان مش بتدوم. ناس تظهر في حياتك وتختفي فجأة، دخلوا مرحلة وانتهت بيهم، ولا انت عارف هم صاحبوك ليه ولا الهدف كان من وجودهم معاك ايه. وعلمتني كمان ان محدش هيشيل همك، وان محدش هيحس بالوجع غير اللي اتوجع. وعلمتني كمان ان انا اعرف اتعلم من اخطائي، واللي جرحك او خذلك ما تقعدش تبكي عليه. دي حتى علمتني إن ممكن أتعلم الثقة والجدعنة والشهامة من الناس اللي خانوني قبل ما أتعلمها من الناس اللي كانوا جدعان معايا. وزي ما علمتنا إن في ناس ما ينفعش تتخلى عنهم، ولو لقيتهم لازم تمسك فيهم بإيدك وأسنانك، لأن هم خلاص بقوا عملة نادرة ومش موجودين. وفي نفس الوقت في ناس لازم توسع لهم وتقول المركب اللي تودي أحسن من اللي تجيب. واتعلمت إن أنا ممكن أتعلم من الجاهل أكتر من اللي عنده علم كمان، المهم يكون راجل حكيم. واتعلمت ان انت مش شرط تاخد الحكمة من الناس العواجيز، ممكن تبقى واقف ويعدي طفل يرمي لك كلمتين يكونوا هما اللي في التمام. اتعلمت ان مهما اتعلمت ما اتعلمتش حاجة، وانك هتفضل قدام علم الله انسان ظلوم جهول. ومن اكبر الحاجات اللي ممكن تتعلمها انك تتعلم تسامح نفسك وتسامح الاخرين. واكتر حاجة اتعلمتها واهم حاجة ان كنز الحياة في إنك أنت دايمًا يبقى أعمالك خالصة لوجه الله. أهم حاجة إن إحنا نعمل الصح ونمشي في السكة الصح، ونبقى دايمًا مع الناس الصح، عشان في النهاية خلّي بالك مش هينفعك يا ابن آدم غير عملك الصح. وربنا يهديني ويهديكم دايمًا للصواب والعمل الصالح الخالص لرب العالمين. قولوا آمين. سلام عليكم. مع السلامة.